مساء الفل يا ست الكل. ناس كتير بتسأل، انا ما عنديش صرف للغسالة، عايز احط غسالة في المطبخ بس ما عنديش صرف لغسالة المواعين، اعمل ايه؟ اوصل لها صرف ازاي؟ انا اقول لك يا ست الكل، كل مطبخ فيه صرف للحوض، صرف حوض المطبخ. هتيجي هنا هتجيبي من المحل السباكة تي، اسمه حرف تي، في 3 مداخل، 1 2 والتالت هتلاقيه في الماسورة، بيركب في الماسورة. هتركبي هنا صرف الغسالة وفوق صرف الحوض بتاع المطبخ. طيب لو انت اللي هتركبيه مش هتجيبي سباك، لازم تجيبي حتة ماسورة تحطها هنا قيمة 10 سنتي، واصلة ما بين التي والماسورة اللي في الحيطة او الكوع اللي في الحيطة. هتوصلي الغسالة فيه وبعدين المطبخ، حوض المطبخ. تمام، يبقى هتجيبي حرف التي ده من محل السباكة وتعمليه في صرف الحوض، صرف حوض المطبخ. هتشبكي عليه الغسالة وحوض المطبخ زي كده. طيب لو ما عندكيش بقى وصلة مية، غسالة الاطباق مش معمولها حساب للمية، اقول لك على مدخل مية تعمل ايه. لو عندك سخان قريب من حوض المطبخ او من المكان اللي هتركبي فيه الغسالة، تقدري تعملي الفكرة دي. هو ده للسخان كان متركب هنا في المحبس لوحده، تقدري حرف تي تاخدي منه الغسالة الاطباق وفوق يكمل للسخان. طب لو ما عندكيش بقى سخان قريب من الغسالة او من الحوض، ده خلاط الحوض. خلاط الحوض سخن وبارد، في مخرجين. السباك يقدر يعمل لك مخرج من هنا، حرف تي من هنا، وهيركب وصلة تانية هنا بحيث ان الخلاط يكون متساوي، ويقدر ياخد لك وصلة من البارد، ما تاخديش من السخن، لازما بارد، لان غسالة الاطباق فيها السخان بتاعها. هياخد لك من البارد اليمين حرف تي ويوصل لك غسالة الاطباق بتاعتك يا ست الكل. كل حاجة ليها حل. لو عجبك الفيديو، اشتراك في القناة اليوتيوب عصائر ميخا، ولايك ومتابعة على الفيسبوك. مساءكم زي الفل.